يا جماعة الخير، المشكلة تكمن مش بس في الطالب لحاله، يعني في المحاضرة واحنا قاعدين بيجي السؤال أسلس مما تتخيل، 1 زائد 1 يساوي 2. شباب اليوم بدي اعطيكم اسئله طازه للامتحان، واللي بيشغل مخه يا هشام ايش؟ بنجح بيكسب. صح. اليوم بدي اجيب لكم في الامتحان من القائل، بس تحط لي مين اللي قال بدي الشعر بس. سكتوا؟ اللي حافظ يحكي معي. سكتوا؟ فغر اعدائي سكوتا فظنوني لأهلي يا هشام قد نسيت. لأهلي قد نسيت. قد نسيت. من القائل يا هشام؟ عنترة. تكتب لي ايش هنا؟ عنترة بن شداد. من ايش؟ شداد. تاخذ الايش؟ 5 علامات. صعب؟ لا. اكتبوه. لكن كيف بقدرة قادر بيجي السؤال في الامتحان وكأنه ملبوس فيه جن؟ بتعرفش، بيجي السؤال بتحسه على خلفية طار. السؤال الأول من؟ طائر. واللي هو عليه 5 علامات. سكت فغر أعدائي سكوتا فظنوني لأهلي قد نسيت. صعب تكتب مين اللي قال البيت؟ لا. مين؟ عنترة. بس مش هذا السؤال. اكتب 1. ما الحالة النفسية التي كانت تعتري عنترة في هذا الوقت؟ ما سمات العصر التي كان يعيش بها عنترة؟ علل. لماذا اعتزل عنترة قومه؟ ما موقف شيبوب أخو عنترة من هذا البيت؟ أم عنترة لما كانت شديدة الخوف وأبت أن يعترف أبو عنترة به؟ آخر سؤال وأنتم مخيرين تحلوه أو لا. من قائل هذا البيت؟ نعم، من قائل هذا البيت؟ وكلنا فخر بشعر عنترة. خلصت يا ابني؟ خلصت. حنصير في متناول. كمل في ورقة كله. كمل في ورقة. كمل.